بتشرب سجاير او شيشة كتير؟ طب بتحس ان صدرك مقفول؟ بتحس ببلغم واقف في زورك طول الوقت؟ تحس ان صوتك متغير كده؟ او تحس ان صوتك ساعات بيقطع وانك مش قادر تطلعه؟ طب اسمعني كويس بقى، دي مش اعراض بسيطة وده مش دور برد زي ما الناس بتقول، ده علامة ان جهازك التنفسي بدأ ينهار. الشيشة والمعسل بالذات بتدمر الاحبال الصوتية وبتخلي البلغم يفضل متراكم، ولما البلغم بيفضل متخزن التنفس بيضيق والصوت يضعف. طب تعمل ايه؟ تعالى بقى اقول لك على طريقة تنظف بيها صدرك وتظبط بيها صوتك. هنعمل خطة علاج لمدة 5 أيام بس. أول حاجة في دواء اسمه أمبروكسول موجود في أي صيدلية، هتاخد منه معلقة كبيرة 3 مرات في اليوم بعد الأكل، ولو هتستخدم منه أقراص يبقى هتاخد قرص الصبح وقرص بالليل. تاني حاجة هتستخدمها غرغرة بتدين للحلق، دي بقى هتستخدمها مرتين في اليوم، مرة الصبح ومرة بالليل، دي هتساعد تشيل البلغم وهتفتح الزور. تالت حاجة بقى والأخيرة ده مشروب طبيعي، هناخد نص معلقة جنزبيل على نص معلقة قرفة على نص ليمونة، وهتحط عليهم كوباية مية مغلية وهتشربه مرتين في اليوم. ده هيهدي صدرك وهيظبط صوتك. قبل ما تجرب الطريقة اللي قلت لك عليها اعمل متابعة واستناني في الفيديو اللي جاي، وبعد ما تجربها ادعيلي.